بتبدأ الحكاية في باريس سنة 1973، وده فيليب مهرج في شوارع باريس، وكان شاطر جدا في المشي على الحبل، والناس كانت بتتفرج عليه وبتحبه وبتديله فلوس مقابل اللي بيعمله. وفي يوم فيليب حصل له مشكلة في ضرسه، فراح عند دكتور السنان، بس وهو هناك الممرضة قالت له إن أقرب ميعاد كمان ساعتين، فقعد يستنى وكان بيقرا في المجلة عقبال ما دوره يجي. بس فجأة فيليب شاف برجين في المجلة، وكمان قرا في المجلة إن البرجين دول لما يخلصوا هيبقوا أطول برجين في العالم. ففيليب قطع الورقة من المجلة ورجع للبيت تاني ورسم الحبل بين البرجين، ومن هنا بدأ حلمه. ونرجع بالأحداث لأول مرة فيليب شاف فيها المشي على الحبل، ووقتها كان عنده 8 سنين، والفقرة كان بيقدمها فرقة الشياطين البيضاء، ومن وقتها عجبه الموضوع وبدأ يعلم نفسه. ومع الوقت فيليب بقى شاطر جدا في المشي على الحبل، ودلوقتي قرر انه يرجع تاني للفرقة دي عشان يشوف حد يساعده في تحقيق حلمه. وهناك قابل زعيم الفرقة وكان اسمه بابا رودي، وفعلا بدأ يعلمه حاجات جديدة عشان يظهر على المسرح بشكل كويس. بس فيليب قال له انه فنان وبيحب اللي هو بيعمله، فرودي طرده بره بيته. ففيليب رجع تاني لباريس وبدأ يعمل عروضه القديمة، وهناك قابل آني، ودي كانت مغنية وبتعزف على الجيتار. وآني كانت متضايقة منه عشان العرض اللي هو عمله لم كل الناس من حواليها، ففيليب اتأسف لها وقال لها انه مش هيعمل عروض تاني طول ما هي بتعمل العرض بتاعها. وبدأوا يتعرفوا على بعض، بس آني كانت مستغربة ان فيليب بيتكلم بالانجليزي، فقال لها انه بيتدرب على اللغة عشان ناوي يروح نيويورك. وبعدها عزمها على مشروب وبدأ يشرح لها اللي هو عايز يعمله، فآني حبت الفكرة بتاعته جدا وقالت له انه ممكن يجي مدرسة الفنون بتاعتها ويتدرب ويتمرن هناك. وفعلا تاني يوم فيليب بدأ يتمرن في المدرسة، وكمان آني كانت بتساعده. وفي يوم في راجل غريب كان مهتم باللي بيعمله فيليب، والراجل ده كان مصور واسمه جان لويس. وجان بدأ يتكلم مع فيليب وصور فيليب وهو ماشي على الحبل، وبرضه سأله ليه بتتكلم انجليزي، ففيليب قال له انه هيسافر نيويورك وهيعمل عرض كبير هناك. وبعد لما فيليب اتعرف على جان عرض عليه انه يكون المصور بتاعه الرسمي، فجان عجبه الفكرة بتاعت فيليب ووافق يبقى المصور بتاعه. بس وهو بيتكلم الحبل اللي كان ماشي عليه اتفك وفيليب وقع على الارض، فجان قال له انت لازم بعد كده تربط الحبل كويس عشان ما يحصلش معاك نفس المشكلة دي في العرض الكبير اللي عايز تعمله. وفي اليوم اللي بعده فيليب رجع تاني لبابا رودي وطلب منه انه يعلمه كل حاجة عن ربط الحبل، بس بابا رودي ما وافقش الا لما فيليب عرض عليه فلوس. وفعلا تاني يوم بابا رودي بدأ يعلم فيليب وخلاه يسافر مع فرقته عشان يتعلم منهم. وكانت بتمر الايام وفيليب فعلا كان بيتعلم من فرقة بابا رودي. وبعد فترة فيليب كان بيقدم أول عرض رسمي ليه، وكانت على بحيرة سمك، وطبعا كان موجود معاه آني ولويس وكانوا بيساعدوه في تنظيم الحفلة، وبرضه بابا رودي كان معاه. ولما فيليب بدأ يمشي على الحبل اكتشف إن الناس في البحيرة كانوا بيتريقوا عليه، وده خلاه يفقد تركيزه ووقع في البحيرة. وبعد فترة فيليب جات له فكرة إنه يعلق الحبل بتاعه بين برجين نوتردام، وفعلا فيليب ولويس سافروا وفضلوا يربطوا الحبل طول الليل. وأول ما النهار طلع فيليب بدأ العرض بتاعه وفعلا مشي على الحبل، والسياح كانوا مبسوطين جدا بالعرض. وطبعا الشرطة وقتها قبضت عليه وصورته نزلت في الجرايد، وجنب صورته شاف صورة البرجين فحس ان دي إشارة، فقال لآني انهم لازم يسافروا حالا. وفعلا بعدها سافروا ووصلوا عند البرجين، ولما شاف منظر البرجين خاف جدا وقال لها ان الموضوع ده مستحيل يتعمل. بس لما دخل البرج لقى عامل ساب باب السلم مفتوح، فحس ان دي إشارة وكمل طريقه وطلع على السطح ووقف عند آخر نقطة وبدأ يتخيل ايه اللي هيحصل. وفي اليوم اللي بعده بدأوا يرسموا الخطة، وأول حاجة لويس هيشوف ازاي هيوصل الحبل للبرج التاني، وفيليب هيروح لبابا رودي عشان يفهم منه ازاي يثبت الحبل من النص. وفعلا فيليب راح لبابا رودي وبابا رودي فهمه هيعمل ايه بالظبط، وفيليب كتب كل اللي قالهوله. وبعدها بابا رودي اداله متر هدية وظرف فيه فلوس واتمنى له التوفيق من كل قلبه. وتاني يوم فيليب كان بيتدرب على الحبل، وآني طبعا كانت بتساعده. وفي نفس الوقت لويس كان جايب معاه واحد صاحبه اسمه جيف، وكان عايز ينضم معاهم في المغامرة دي، بس جيف ما كانش بيتكلم انجليزي كويس وبرضه كان بيخاف من المرتفعات. فلويس جاب لهم قوس وسهم وقال لهم ان دي احسن فكرة يوصلوا بيها الحبل، وجربوا الفكرة بتاعت لويس وفعلا نجحت. وبعدها حددوا الميعاد اللي هيعملوا فيه العرض،
وده كان بعد 3 شهور، ودلوقتي هيبدأوا يدوروا على أي حد أمريكي يساعدهم. وبعدها فيليب وآني جابوا الحبل وجهزوا كل حاجة قالها بابا رودي، وبدأ فيليب يراقب البرجين، وكل يوم كان بيغير شكله وصور كل حاجة بتحصل جوه البرج، وخلاص كده عرف كل حاجة عن البرج الجنوبي. بس فجأة مسمار دخل في رجله ورجع البيت وآني عالجته، بس فيليب كان متضايق عشان كده مش هيعرف يكمل مراقبة البرج الشمالي. فآني قالت له فكرة إن هو يمشي بعكازات، فعجبته الفكرة، وفعلا تاني يوم راح يكمل الخطة بتاعته. بس وهو طالع في الأسانسير في حد من اللي شغالين في البرج اتعرف عليه وقال له إنه شافه في نوتردام، وعرفه بنفسه وكان اسمه باري. وباري كان معجب جدا باللي بيعمله فيليب، ففيليب جات له فكرة وبسرعة جري وراه وعزمه في المطعم مع آني وفهمه كل حاجة عن العرض اللي عايز يعمله. فباري وافق ورحب جدا بالفكرة. وبعدها جيف ولويس وصلوا نيويورك وفهمهم كل حاجة هو عارفها، وبعدها راحوا مع بعض عشان يشتروا لاسلكي، ووقتها كانوا بيتكلموا مع بعض بالفرنساوي. فالراجل اللي في المحل رد عليهم بنفس اللغة وطلع فرنسي واسمه بيير. وبعدها عزموه على العشاء واتفقوا انه يجيب لهم ناس تساعدهم. وفعلا تاني يوم قابلوا 2، والاتنين دول جابوا معاهم صناديق عشان يحطوا فيها المعدات بتاعت فيليب ويدخلوها للبرجين. وبعدها فيليب رجع لهم وبدأ يراجع الخطة مع كل واحد فيهم عشان خلاص ميعاد العملية بكرة. وفعلا تاني يوم بدأت العملية، وبمساعدة باري هيدخل لويس وألبرت للبرج الشمالي، وآني هتستناهم تحت. ومجموعة البرج الشمالي نجحوا انهم يخشوا البرج، وكمان مجموعة البرج الجنوبي دخلوا بس معرفوش يطلعوا للأسانسير. والراجل المسؤول قال لهم ان هم مش هيعرفوا يطلعوا النهاردة ولازم يحجزوا قبلها بأسبوع، فاستنوا لآخر اليوم. وأخيرا الراجل وافق يطلعهم، وفعلا طلعوا. وكانت مهمة بيير انه ينزل بالأسانسير مع الراجل اللي فيه، وبيير نجح وعرف ينزل الراجل تاني. وفيليب واللي معاه وهم بيطلعوا الحاجة في عجلة اتكسرت، فاضطروا ان هم يفضوا الحمولة ويشيلوها هم للسطح. بس الراجل اللي معاهم اول لما سمع صوت الحارس خاف ومشي وسابهم، وجيف وفيليب استخبوا مكان الاسانسير. وطبعا جيف زي ما قلنا كان بيخاف من المرتفعات، بس فيليب قعد يهديه ويطمنه. وفضلوا على كده 3 ساعات لحد ما فيليب بص ملقاش الحارس، فطلعوا بسرعة عشان يكملوا الخطة. وهم طالعين بالحبل على السلم لقوا الحارس، بس لحسن حظهم كان نايم، وبسرعة كملوا باقي الخطة. وفيليب شاور للويس عشان يرميله السهم، وجيف كان بيراقب الحارس. وبعدها فيليب قعد يدور على السهم لحد ما لقاه أخيرا، وجيف رجع له تاني وقال له إن الحارس خلاص مشي. فنزلوا بسرعة عشان يجيبوا باقي المعدات من تحت. وفي الوقت ده كان فيليب نجح وطلع كل المعدات وخلاص بدأ يشد الحبل، بس فجأة سمعوا صوت الحارس فاستخبوا بسرعة. والحارس طلع لهم وفضل واقف لحد ما صاحبه كلمه في اللاسلكي، فالحارس ما كملش الحراسة بتاعته ونزل عشان يروح لصاحبه. ورجع تاني فيليب عشان يكمل باقي الخطة، وكانوا متأخرين جدا. وفيليب عشان يلحق اضطر انه يقنع جيف انه يساعده في شد الحبل، وطبعا جيف كان مرعوب جدا، بس فيليب كان بيحاول يهديه عشان يمسك نفسه وما يقعش. واخيرا الحبل اتشد وبقى جاهز، بس فيليب كان متضايق جدا عشان هدومه وقعت، بس برضه مفيش حاجة وقفته، وحط رجله على الحبل واستعد كويس. واخيرا بدأ يمشي على الحبل. وفي نفس الوقت آني بدأت تجمع الناس، وفيليب فضل ماشي على الحبل لحد ما وصل للبرج التاني. والناس كانت مبسوطة جدا بالعرض اللي هو بيعمله، بس فيليب بعد ما وصل قعد يبص للبرج الجنوبي، فرجع ومشي على الحبل تاني ووقف في نص الحبل وقعد يحيي الجماهير زي ما بابا رودي علمه. والشرطة جت وقبضوا على جيف، وخلاص كان فيليب راجع لهم، بس فجأة راح لافف في مكانه ورجع تاني. والشرطة كمان طلعت على البرج التاني، بس ألبرت ولويس عرفوا يهربوا منهم. وفيليب أول لما شاف الشرطة لف ورجع تاني، وكده رجع تاني لوسط الحبل بين البرجين ونام على الحبل لحد ما شاف طائر جاي عليه، فحس ان دي اشارة وانه خلاص كده لازم يقوم من على الحبل. وفعلا بعدها الحبل بدأ يتفك، فرجع للبرج وقال للظباط انه خلاص كده خلص العرض بتاعه، فسلم لهم الخشبة اللي كان بيلعب بيها وطلع وقبضوا عليه. واول لما نزل الناس كانت مستنياه وقعدوا كلهم يسقفوا له، والصحافة جت وصورته وصوره كلها ملت الجرايد، وحتى بابا رودي شاف الخبر بتاعه في الجورنان وكان فخور جدا بفيليب. والقاضي وقتها حكم على فيليب
إنه يعمل عرض زي اللي عمله، بس المرة دي في حديقة الأطفال وعلى مسافة أصغر بكتير. وبعدها رجع واحتفل مع أصحابه بالإنجاز اللي عملوه وشكرهم على كل مساعدتهم ليه. وبعدها كل واحد فيهم رجع بلده، وللأسف أني هي كمان ودعته وقالت له إنها هترجع وتحقق حلمها. ففيليب ودعها واتمنى لها التوفيق. وبعدها إدارة البرج خلت فيليب يكتب اسمه على السطح، وكرموه على اللي هو عمله وادوله تصريح عشان يطلع السطح وقت ما هو عايز. ودي كانت قصة حقيقية اتنفذت في نيويورك على برجين التجارة، واللي نفذها اسمه فيليب بوتي سنة 1974. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.